اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في الحقيقه انا جاي اتكلم بشكل سريع في الفيديو الثالث من سلسلتنا I am just a nurse but. في الفيديو ده مختلف شويه للناس اللي عندها اهتمام بس في المانيا او بما يخص عايز تسافر دوله ما بتتكلمش لغه الام. فانت ممكن تعمم الكلام ده لو انت عايز تسافر امريكا، تسافر لندن اللي هي بريطانيا، تسافر شمال اوروبا، عايز تسافر غرب اوروبا، تسافر الغرب لو عندنا أمريكا أو كندا أو أستراليا. فبتبقى الحاجات متقاربة مع اختلاف حاجات كتيرة أو حاجات متوسطة أو حاجات بسيطة على حسب الدولة نفسها. بس الجنرال assignments أو الجنرال conditions هي اوريدي هي شبه متقاربة مع بعضيها. فأنا هنا جاي بس أتكلم على الجزء اللي أنا بالتجربة اللي أنا مريت بيها في ألمانيا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جهز بس ورقه وقلم لو عندك اهتمام انك تعرف ايه اللي جاي. حابب بس تسمع مبدئيا وبعد كده تعيد الفيديو تاني براحتك. اتس فاين، نو بروبلم يا صاحبي. تمام. كنا بنتكلم في ايه؟ سرحت. طيب، لو عندك ورقه وقلم جهز دلوقتي الورقه والقلم عشان انا هقول كلام كتير وبشكل سريع فوقف الفيديو وانا بتكلم عشان تسهل على نفسك وعشان ما اطولش في مساحه الفيديو، عشان ايه ما اطولش عدد دقايق وتبقى ايه بضيع عليك وقت كتير. الفيديو ده كنت متردد اطلعه واتكلم فيه، بس حسيت ان ممكن في ناس عندها في يوم من الايام اهتمام انها تعرفه. الا وهو انا عايز اسافر المانيا، اسافر ازاي؟ طيب تمام، اتس فاين. اول حاجه يا صاحبي هتتعلم لغه. المانيا من غير لغه ما ولا اي حاجه. زي اللي هو مسميه عندنا ايه، الايه اللي بيتحمى في امريكا عريان، حاجه زي كده. لو عايش في المانيا من غير لغه الماني هتتعب جامد، هتتعب جامد جدا. يعني الموضوع صعب، صعب بشكل عنيف. خاصه بقى لو انت في التمريض، فانت مش هتلاقي شغل اصلا لو معاك الماني، لغه الماني. عايز تشتغل حاجه تانية، انا اعرف ناس صحابي عشان مش معاهم الماني مش لاقيين شغل خالص. فربنا يرزق الجميع. فالمانيا من غير الالماني ما صعب، صعب جدا تعيش فيها اصلا بشكل عام في اللقاء يعني. بس في ناس حواليها دلوقتي بدات اقلق شويه. طيب انا عايز اسافر المانيا، اعمل ايه يا عمرو؟ ولا اي حاجه. هتتعلم الماني وتجهز شويه ورق وتتكل على الله وتسافر. الحياه بسيطه يعني نظريا تمام، واقعيا شويه وقت وصحه ومجهود وشويه فلوس و... وشويه دعوات بقى من الوالده والوالد وشويه صبر وشويه حنيه وطبطبه. انت هتحتاج في يوم من الايام حد يطبطب عليك شويه ايا كان سنك قد ايه. فايتس فاين. لا جاي اتكلم فيه دلوقتي بشكل عام عشان انا بتكلم واخد راحتي في الكلام، فحاسس ان احنا بقينا اصحاب شويه. فبعتذر على الاسلوب البارد اللي بتكلم بيه، بس شايف ان ده انسب طريقه ان احنا نتكلم فيها مع بعض بشكل عام دلوقتي. انا عمرو عايز اسافر المانيا، حلو. اختار ايه ولايه ايه؟ يا عم عمرو، النظام هنا في المانيا نظام حكم ولايات. يعني ايه يا عم عمرو ولايات؟ يعني انت عندك 16 محافظه، يعني محافظه الشرقيه، محافظه الغربيه، المنوفيه، الشرقيه تاني قلتها، اسكندريه، القاهره. فانت كل محافظه متحكمه بشروطها، بسياستها، بدماغها، بوزاره الصحه بتاعتها، بوزاره الماليه بتاعتها، بنشاطاتها الاجتماعيه بتاعتها. اوه اوكي. فانت آه، فانت انا بقى عايز اقدم على محافظه معينه، فانت بتحدد انا عايز محافظه ايه، عشان كل محافظه مختلفه عن الثانيه نهائي. يعني انا ما ينفعش اقول عايز اشتغل في اسكندريه فاروح اقدم على الورق في القاهره، ما اقدرش، ما ينفعش، مفيش حاجه كده. انا عايز اشتغل في اسكندريه وخدت قرار وصلت استخاره، فهتوكل على الله وربنا ييسر الحال ان شاء الله واقدم في اسكندريه. او انا قلت اسكندريه يبقى اسكندريه. تمام. فاحنا هنا في المانيا في عندنا محافظه اسمها البايرن، بادن فيرتنبرج، عندك برلين، عندك نوردراين فيستفال، نيدرزاكسن، زاكسن انهالت، زاكسن، هامبورغ، بريمن. عندك ايه تاني؟ غايرن بفلاس. عندك ايه تاني؟ يا لهوي. في اكبر، في اعلى واحده شلوخسوشتاين. اربع كلمات في بعض بنساهم.
وفي عندك كمان ولاية اسمها إيه؟ ميكلنبورغ على ما افتكر. ماشي، بغض النظر، فانت كل ولايه بيبقى لها سياسه ولها تعامل قانون مختلف، انت بتدور على الحاجه اللي تناسبك. طب انا هعرف ازاي عمرو اللي يناسبني؟ عندك جوجل، عندك شات جي بي تي، اتس فاين يعني. الموضوع بسيط. انت مثلا من 5 10 سنين ما كانش فيه الحاجات دي، فانت دلوقتي عندك جوجل، عندك سيرش، عندك شات جي بي تي، عندك جيميناي عندك كوبايلوت. انا لسه الشمس ضاربه في عينيا فبعتذر. فمثلا دي مثلا تجربه من التجارب. مثلا ايه تاني؟ مثلا حلو، عرفت هسافر دولتي او مدينتي. تاني حاجه بقى عشان اقدم على الورق، فهو اول حاجه بيطلبوا منك صباح الخير كده، انا عايز لغه. عمرو اتعلم لغه فين؟ انا عمرو اتعلمت وانا في الزقازيق لما كنت في الامتياز وقبل الامتياز مع مدرسه ربنا يبارك فيها، فراو منال، عندنا في الزقازيق. انا واحد من الشرقيه، بيتي جنب الزقازيق، بحضر امتيازي في مستشفى جامعه الزقازيق، فاطلع من المستشفى على الكورس، واخلص الكورس هرجع المستشفى تاني، فالاتنين ما بينهم 10 دقايق ماشي اصلا. فانا عمري كنت بستغل الفرصه دي. كنت بشتغل في القاهره ساعتها، بعد كده سبت القاهره والتزمت بالامتياز بتاعي والمرحله بتاعتي. يعني كنت واخد القرار السفر من بدري جدا زي ما قلت في اول فيديو. one way destination حرفيا يعني. فدرست 8 1 8 2 بي 1، الحمد لله خلصتهم على خير. ذاكرت بي 2 وسقطت فيه 4 مرات زي ما قلت قبل كده، بس الحمد لله عديت المرحله دي. فانت من غير لغه، انا اسف يعني بالمصري، يعني اسف هنتكلم بقى بالثقافه الالمانيه هنا، انت بالنسبه لي ما معكش اي حاجه، فري فاضي كده من جوه. فلازم لغه، لازم لغه، لازم لغه. اللغه هنا حاجه اساسيه جدا عشان تعرف تعيش لما شغال. فمثلا دي لازم لغه، اول حاجه لغه. حلو. طيب ليه بقى بقول دايما اللغه اهم حاجه؟ اللغه دلوقتي عشان اللغه دي بتاخد وقت كبير جدا على ما تجهز بقيه الورق. الورق ممكن يخلص في شهر، اللغه تقعد ممكن 6 7 10 شهور 12 شهر. فانت ابدا اللغه الاول عشان تعرف تحدد فعلا انا عايز اسافر المانيا، فعلا عايز محدد، خدت القرار خلاص. فانا اسف ان انا بتكلم في الفيديو ده بالذات يعني بتفاصيل كتيره، في ناس كتير قوي شرحته افضل مني بطريقه تانية بشكل رائع جدا، في انفوجراف وحاجات حلوه، بس انا بوضح دلوقتي بالتفاصيل ديت عشان مش هنتكلم تاني في الموضوع ده، نتكلم بقى في حاجات بعد كده فيما بعد ان شاء الله. فانت اللغه دي حاجه مهمه جدا. بعد كده تبدا تخلص اجراءات الورق. فانا هعرف ازاي عايز اسافر. فانت انك بدات تمشي في اللغه، وده تحدي كويس وصعب وسهل في نفس الوقت، ان هو مش مستحيل بس محتاج وقت ومجهود وفلوس وصحة ودعم نفسي ودعم معنوي وحد يطبطب عليك شوية، وحد يديك من ايديه تعيط شوية. فانت الموضوع مش هين يعني، بس بالمصري يستاهل. يستاهل، ايوه يستاهل، انا وجهة نظري كده، يستاهل. في غيري شايفها مش يستاهل، اتس فاين يعني. الفيديو ده مش ليك من الاخر اصلا. فاول حاجه اللغه، عايز تتعلم لغه، فانا بدور على حد اقرب ليا. عندك سيرش بتاعك، عايز تروح مكان معين، تمام. في ناس بتروح تمتحن في جوتا، انا بذاكر في مكان تبع الزقازيق عند فراو منال، بس لازم امتحن. كنت بمتحن ايام على كانش فيه الا جوتا بس على ما افتكر، وكان في او اس دي، بس انا كان بالنسبه لي جوتا فكان اشهر حاجه ساعتها. فحجز الامتحان اخش الامتحان على طول، ما كانش في زحمه قوي زي ما انا شايف دلوقتي على السوشيال ميديا يعني. فده باختصار. طيب عمرو، انا بدات اتعلم اللغه، ماذا بعد؟ طلعت الاول على الجروب بتاعي، ماذا بعد؟ ولا اي حاجه، هتكمل في اللغه تاني وتذاكر اللغه عشان ما تنساش. بس الفرق بقى انك بتذاكر اللغه بمزاج. ليه؟ عايز اتخصص مثلا، انا ممرض، فانا ابدا انا خلصت اللغه بتاعتي والمستوى المطلوب مني، ولما دخلت البيت شويه وسقطت 4 مرات قلت مش هدخله تاني. فكان معايا وقت على ما اسافر المانيا، فقعدت اذاكر لغه طبيه، بس بذاكر الماني بس بمزاجي. فشويه اسمع فيديوهات عن مستشفيات داخل المستشفيات. فعندي الدكتور ربنا يبارك فيه، الدكتور مؤمن عبد العظيم، كان باعت لي فيديوهات للمستشفى، حاجه اسمها كلينيك مزود، حاجه زي كده. فعاملين فيديوهات للمستشفى نفسها من جوه في الطوارئ، جايب لك الممرض والممرضه والدكتور والدكتوره والمريض والمريضه انا اسف بقول الذكر والانثى علشان المساواه والحاجات دي محدش ياخدها عليا في يوم من الايام. فدي طريقه كتابتي بالالماني، لازم اكتب الذكر والانثى، فما ينفعش اكتب ذكر بس ولا اكتب انثى بس، فلازم اقول الكلام ده طبيب طبيبه، دكتور دكتوره، ممرض ممرضه، مريض مريضه، والمساعدين ومساعدات. لازم يتعب بالشكل ده. ليه؟ علشان اشوف الحياه بواقع عامله ازاي، الكلام بيبقى عامل ازاي. فانت اكتشفت مثلا لما جيت المانيا ان بيتعاملوا باللغه في المستشفيات بيتعاملوا باللغه العاميه. انا مش هدخل مستشفى مثلا عندنا في هنا مثلا في الشرقيه اقول لهم انا
أشعر بالغثيان. صعبة، صعبة. أنا آسف بس هي دي لغة القرآن، بس هي ده تقصير مني أنا شخصيًا، بس الواقع في ألمانيا مختلف شوية عن الجزء ده، اللي هو لأ، بيتكلموا لغة عامية جدًا في الشارع، في السوبر ماركت. فاكتشفت إن أنا محتاج أتعلم كمان إكسترا على اللغة الفُصحى الألمانية، محتاج أتعلم كمان اللغة العامية. فدي لي في كذا فيديو اتفرجت عليه، وبعد كده بدأت أتعلم أكتر. ولمّا جيت ألمانيا شُفت الواقع أكبر، فمع الوقت بتبدأ تمشي واحدة، واحدة. فأنت خلصت اللغة الألماني، فأنت تبدأ تخلّص إجراءاتك الورقية. أمّا عمرو أنا أعمل إيه؟ أنت ممرّض، أنا هاتكلم بقى بصفة عامة للناس، وأنت بس أنت كممرّض ممكن بس الكلام مخصص ليك. فgeneral أنت بتجهّز الورق المطلوب اللي أنت بتدوّر بيه على الشغل، شهادة الكلية، شهادة الثانوية عامة، شهادة ميلاد، بالباسبور، شهادة الامتياز لو أنت كلية طبية. بعد كده كمان إيه تاني، لو شهادة خبرة، في كمان كشف درجات من آخر مؤهل دراسي أنت درسته. ال خلاص الورق ده كله لو أنت في تمريض أو مجال طبي، فأنت بتبعت للمحافظة اللي أنت قررت تختارها، مثلًا وليكن برلين، فأنت بتبعت لمكتب المعادلة في برلين، بتقول لهم أنا عايز أدرس عندكم معادلة تمريض، فبالألماني اسمها Difficilbescheid. فأنت تبعت لهم إيميل عادي خالص. أنا معظم إيميلاتي باكتبها بChatGPT، معظم إيميلاتي وما كانتش كلها تقريبًا باكتبها بChatGPT وأريح دماغي. مش عشان أنا جاهل ولا عشان أنا، لأ، هي بتسهل عليّا وقت، بادّي له الفكرة أنا عايز أتكلم في إيه وأبعت الإيميل تيك، 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 وأعمل schedule للإيميل وخلاص. حتى المديرين في مرة قال لي: "أنت بتكتب كل ده إيميلات كلها ورا بعضها بسهولة كده؟" قُلت له: "لأ ChatGPT." اتصدم مني الصراحة يعني. هو كان مستغرب إن أنا أحيانًا بتيجي عليّا أيام بابقى لازم أرُد على كذا إيميل ورا بعض، في الشغل، في الجامعة، في حياتي الشخصية، فلازم أرُد بالإيميل. تيك، تيك، آخد الإيميل الأصلي أحطه على ChatGPT أقول له أرفض، وافق. هو يكتب الإيميل كامل مش بصيغة رسمية. already أنا عملت إعداد بالذكاء الاصطناعي أصلًا الفترة ديّة، اللي هي بس لسه ما ربطتهاش كامل لإن أنا حاليًا مشغول في الكلية. ألا وهي يرد على كل الإيميلات مرة واحدة. الإيميل اللي ييجي لك بالإنجليزي رد عليه بالإنجليزي، اللي ييجي لك بصيغة احترام رد عليه باحترام، اللي ييجي لك بصيغة شاب رد عليه بلغة الشباب. بأي لغة ييجي لك هي فوق الرائع، بس محتاجة مجهود جامد يعني إنك تبني الأداة كويس، لإن أنا بنيت الstructure بتاعي اللي هو الinfrastructure بتاعي، بس محتاج بقى لسه أربط الAPIs بتاعة كل platform. حاجة technical شوية، بس الموضوع يستاهل يعني، يتسهل عليك حاجات كتير أوي. ييجي لي بس رسالة على الواتساب أو على التليجرام يقول لي أبعت الإيميل ده للإيميل الفلاني اللي جالك والّا مش عايز ترد عليه؟ أقول له ابعت يا عم. يا دوب بس yes or no يعني، بدل ما أكتب إيميل كامل والحاجات دي. طبعًا ده بيأثّر عليّا بالسلب في يوم من الأيام، بيقلل اللغة عندي في الألماني طبعًا عشان بس أنا باذكر عيوب ومميزات، فأنا بيقلل يقلل مني إن أنا الvocabulary اللي أنا باتكلم بيه، إن أنا باتكلم الكلمات اللي بيخلّيني أنسى شوية كلمات، فده حاجة مش كويسة برضه عشان بس يبقى مميزات وعيوب ذكرتها. فأنت بتقدّم على الDifferentbescheid، حاسس إن أنا طوّلت شوية في الفيديو ده. بتقدّم على الDifferentbescheid، فهو تبعت لهم الورق باللغة. هو القانون مش شرط لغة، بس أنا مؤمن بإن هو لمّا يكون معاك شهادة اللغة بتبقى أنت already مشيت نُص المشوار، وتوضّح لهم إنك already جاد. فأنا في الbescheid بتاعي خَد معايا حوالي شهرين إجراءات. وكان بالضبط قبل الكورونا، يعني الكلام ده في 2019، بعت الورق في شهر 8 شهر 9، البشاير بتاعي جالي في شهر 11 ف 2019. شهر يناير 2020 كانت بقى يعترفوا بقى بالكورونا لحد مارس 2020، وبعد كده الدنيا في البطيخ بعد كده يعني. ربنا يرحم جميع الناس، جميع المسلمين، ويرحم جميع الموتى، بس اللي حصل يعني. فأنت بتقدم على البشايد اللي هي بنسميه عندنا قرار النقص، اللي هو بنسميه عندنا أنت محتاج كام ساعة عشان تعادل عندنا التمريض في ألمانيا. فيعني يقول لك مثلًا محتاج مثلًا 300 ساعة، 400 ساعة مذاكرة، 500 ساعة مذاكرة. فهو بيكتب لك بالتقارير بالضبط ليه اللي ناقص فيك بالضبط كعدد ساعات عشان تبدأ تذاكره. فit's fine، ماشي تمام. فهو بيديك بقى اختيارات بقى كمان بعد ما يقول لك في عندك حاجة اسمها خاصية تذاكر كورسات معينة تبع المستشفى، ودي مدعومة من الدولة. يعني المجال الوحيد اللي بيدفع له في الحتة ديّة هو التمريض، إن هو يعمل له معادلة كاملة. فدي مثلًا دي ميزة من مميزات مجال التمريض مقارنة بالمجالات الطبية التانية، ألا وهي فكرة ثقافة التمريض، إن هو المعادلة بتاعته مدفوعة من الدولة.
بس بشرط طبعا ان بيبقى ليك محاولتين مدى عمرك، انك لو نجحت واحده فيهم تمام، ما نجحتش وقدر الله واحده منهم بيحصل لك مشكله كبيره. حلو شيء. اوكي. أم... الناس رايحه جايه حواليا تمام. تمام، ايه تاني عايز نتكلم فيه عشان بس ما انساش حاجه؟ فانت بيديك اختيارين، اختيار حاجه اسمها باسنوما اللي هي او باسنجسلير جانك، والتانيه اسمها كيتيسا بروفنج. يعني ايه؟ يعني انت عايز تذاكر شويه حاجات تخش تمتحنها والامتحان ما فيهوش هزار، يا اما تاخد حاجات وبعد كده نعمل لك امتحان سهل شويتين. بس الفرق بقى في المده نفسها، يعني الكتينيسا مثلا ممكن تاخد حوالي 6 شهور 7 شهور مثلا، اما الباسونجز ماسنوما اللي او الليرجانج بتاخد مثلا حوالي 10 12 شهر، احيانا اكتر احيانا اقل. يعني هي بتختلف من مستشفى لمستشفى الصراحه في الحته دي. تمام. أم، ده بيختلف حاجات كتير قوي بقى لها علاقه بقى انت هتشتغل ايه في الفتره ديت، الدوله او المستشفى هتديك فلوس ولا الدوله هتصرف عليك، ولا انت هتعيش بقى ايه، هتبدا امتى هتنتهي امتى. دي كلها بتحصل اتفاقات كتير قوي لها علاقه بالمستشفى نفسها اللي بالمصري هتتبناك تعمل لك المعادله. فدي متوقفه على كذا حاجه، يعني مستشفى كبيره مستشفى صغيره مستشفى جامعه. فمستشفى الجامعه هنا معروفه ان مثلا بنسميها عندنا سنترال كرانكويزر اللي هي مستشفيات الجامعه. في عندنا حاجه اسمها ماكسيمال كرانكويزر اللي هي دي حاجه معلومه كنا درسناها من يومين في الكليه. عندنا سيناريو تكاليف الرعايات في المستشفى عامله ازاي، فانت بتختلف من مستشفى كبيره ومستشفى صغيره، فانت كل خدمات تبقى لها فلوس لها سياسات. فانت لا الموضوع يستاهل التحدي، وبدور على حاجه. دايما انا بنصح ان لما تيجي تقدم على بشايد تقدم على ما بعد البشايد على مستشفى تدرس فيها المعادله. دايما بنصح بالمستشفيات الاكاديميه الجامعيه. يعني في مستشفيات اكاديميه بس مش جامعه، ما بنصحش بيها الصراحه في اول فتره. انا دايما بنصح بالمستشفيات الجامعيه اللي هي الاكاديميه الجامعيه، علشان بيبقى فيها نسبة القبول أعلى، رقم واحد. رقم اتنين، في فرايتي عالية جدا في التخصصات. انت الريجونال اللي هي كلام كبير دلوقتي. باختصار عشان بس ما اطولش في الكلام في الجزء ده، مش مستاهل هنطول فيه. بنصح دايما المستشفيات الجامعيه تعمل فيها بس ولو المعادله، بعد كده تبدا تقرر بقى تقعد سنه 2 3 10 20 30 في نفس المستشفى، تغير القسم تغير المستشفى كلها. ليه؟ عشان مستشفى الجامعه فيها فرايتي اعلى في التعلم، رقم واحد. رقم اتنين فيها تخصصات كتيرة. رقم تلاتة فيها احتياجات كتيرة جدا. رقم أربعة علاقات فيها أكتر. طب أنا ما لقيتش مستشفى جامعية محتاجة، فبدور على المستشفيات اللي هي التانية بنسميها عندنا ريجونال أو بنسميها عندنا لاندس كرانكهايزر لاندس جبيت. الكلام اللي هو عشان ما أطولش اللي هي مستشفيات اللي هي في مدينة كبيرة بس مش جامعية، بس هي أكاديميك فيها مركز تعليم، مركز تعليم للموظفين الطلبة وتأهلهم للوظيفة وهكذا يعني. بس ده باختصار. طب انا يا عمرو انا عايز ادور، انت هتعمل سيرش جوجل شات جي بي تي جيميناي سيرش ديب سيرش هاي شات جي بي تي I want to be rich very rich uh, give me 15 ideas to be rich فانت ممكن تعمل ديب سيرش، انا اسف. تعمل ديب سيرش مثلا على المستشفيات اللي محتاجه مثلا في محافظه برلين. انا مثلا عمرو انا عملت البروجكت بتاعي في هامبورغ، يعني انا بحب هامبورغ من زمان. وكان في حد هناك بيساعدني في حاجه زي كده، وبحب هامبورغ لحد دلوقتي يعني ما زلت بحب وبروحها كل فتره. يعني بحب مدينه كده، بحب البحر بتاعها، مع انه حاجات كتير قوي ليا في ذكريات حلوه في هامبورغ، فبحبها جدا. كل فتره اروحها زياره كده سريعه 3 4 ايام وارجع يعني. فعملت البروجكت بتاعي فيهم. فلما جيت اقدم في الشغل رفضوني طبعا، المحافظه كلها رفضتني لمده سنه عشان بس مش معايا شهاده لغه معينه بي 2. نسيت في الامتحان 4 مرات وكورونا قفل المعهد، فمش عارف امتحن تاني. فقالوا لي يا عمرو يا اما هنشوفك في مستشفى تانية في محافظه تانية، يا اما تشوف بنفسك. فانا دورت على مستشفى تانية بتاخد بالبي 1 والحمد لله لقيت. وبعد كده لما جيت المستشفى بي 1 اشترطوا عليا قبل ما امضي على الورق لازم اخد مستوى البي 2. فقلت لهم انا معايا المستوى بس مش معايا الشهاده. قالوا مش ده انا عايز الشهاده. فده كان التحدي اللي انا حكيته عن سابقا في الفيديو الاولاني بتاع السلسله، الا وهي فيديو سلسله انك لما دخلت بي 2 دخلت مرتين ورا بعض
جزء جنرال وجزء تمريض، والاثنين الحمد لله نجحت فيهم، بس كان تحدي يستاهل يعني. في هدف في الاخر يعني، في ضوء ضوء لايت في اخر الطريق، في لمبه. انا اسف. في بعد كده بقى بتقدم على المستشفى وتدور وتاخد القبول، ده بياخد اجراءات ورقيه شهرين 3 على حسب الاجراءات، الضغط الشغل على موظفين 3 على حسب موجودين كام واحد في المستشفى. بعد كده بتاخد الورق ده كله، تحجز ميعاد في السفاره وتقدم على التاشيره وتسافر ان شاء الله على خير. تيجي المانيا بقى تعمل حاجه اسمها تسجيل في السجل المدني او مجلس المدينه، علشان تمشي امورك وتعرفوا انك عايش في الحته الفلانيه، عشان تبقى انت ليك عنوان ثابت بقى اساسي تعرف تعيش فيه وهكذا يعني. بعد كده هتفتح بقى حساب بنكي، عشان هنا لازم يبقى عندك حساب بنكي، ما بتاخدش فلوس كاش في ايدك من المستشفى، لازم يبقى عندك حساب بنكي شخصي خاص بيك. والخطوات دي عشان بس انا حاسس ان انا طولت في الفيديو جامد، بس باختصار الخطوات ديت مش مستحيله، غيرك كتير عملها، وانا اعرف ليا شباب كتير ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يعني وصلوا المانيا بالسلامه وسافروا، ونعرف ناس ما شاء الله برضه في بريطانيا في لندن. وفي ما شاء الله ناس دلوقتي في امريكا، وفي صحابي كمان دلوقتي في ايطاليا، يعني الصواح ونور دلوقتي في ايطاليا، وفي امريكا ما شاء الله ابراهيم، يعني مش عايز اقول اسماء بقى عشان ما نخشش محدش يزعل مني. يعني في ناس معرفة شخصيا يعني ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيهم في دول، في دلوقتي هنتكلم مع الناس كتير، عشان انا ما عنديش صلاحيه ان انا اذكر اسم حد دلوقتي، فبعتذر يا ابراهيم. تاني، كل واحد مننا له وقته ومتطلباته، فكل مرحله لها تحدياتها، فانت بتدور على التحدي اللي انت عايزه. فعمر انا تعبت ومش عايز اسافر وزهقت من اللغه، طب اتس فاين، كلنا بنمر بالمرحله دي. عايز تكمل تمام. انا في الماستر دلوقتي، من يومين كنت مش قادر اروح الكليه، جاست سايكولوجيكال مش قادر اتحرك، يعني سايكولوجيكال يعني انا بقول ايه، نفسيا مش قادر اتحرك، يعني مش عايز اروح اقابل دلوقتي حد طول اليوم في الكليه، اخلص الكليه اروح اتغدى في مطعم الكليه، او اروح اكل بره، او معايا اكل في الشنطه، وبعد كده اروح اقعد اذاكر في المكتبه لحد الليل ما يدخل عليا، اروح انام، بعد كده اصحى تاني يوم الصبح الكليه. لا ده تحدي مش سهل. هل تقدر عليه؟ ممكن تقدر عليه. هل تقدرش عليه؟ ممكن ما تقدرش عليه. هل تتقبله؟ ممكن تتقبله. هل ما تقدرش تتقبله؟ بس it's your goal, it's your aim, it's your outcomes, so it's your destination. يعني انا بقول ايه برضو، ده تحدياتك انت، شوف انت نفسك في ايه وربنا يوفقك ان شاء الله. وانا بعتذر ان انا بتكلم في كلام بلغه غير عربيه، فانا اسف والله، بس الكلام اللي بيجي في دماغي بيبقى صعب عليا انا كل شويه اترجم كل جمله بلغه مش عربيه، فبطلعها على طول باللغه بتاعتها اللي كانت في دماغي، وبعد كده اقولها على طول. تمام. انت بقى دلوقتي هنيجي خلاص في نهايه الفيديو، عايز تقفل اقفل، عايز تستنى وانا اقول ايه؟ تمام. انت دلوقتي بقى انت نفسك تسافر المانيا؟ هل انت بدات اوريدي تفكر هتمشي ازاي؟ لا، يبقى انت كده مش ناوي تسافر المانيا. طب انا عايز اسافر المانيا، اعمل ايه؟ اعمل سيرش، اشوف الورق المطلوب ايه، احدد المحافظه ايه. طب عايز اعرف الفرق ما بين كل محافظه. اذا عندك جوجل، عندك جيميناي، عندك شات جي بي تي، ديب سيرش. I want to be rich in Germany. Give me 15 ideas to be rich, very rich. فانت ممكن تخش تعمل بس سيرش تفهم السيناريو. انا دلوقتي المفروض لحد النهارده 18 19 في الشهر 18 النهارده 18 ابريل، انا عندي يوم 30 ابريل لازم في ورقه المفروض تستلم اونلاين على الويب سايت الكليه. الورقه ديت لو ما اتسلمتش انا هسقط في ماده، الماده دي لو سقطت فيها ليا مره ثانيه في حياتي كلها، يا اما اتفصل من الماجستير كله. انا كنت بحاول الغي اصلا ان انا تسجيلي في الماده، بس اكتشفت ان انا ده كله متاخر، فلازم اسلم الماده في ميعادها. فانا لو بس انا النهارده مش قادر اكتب حاجه في الماده الجزء المطلوب مني اكتب فيه بالالماني، بس انا بقالي يومين عمال هكتب، عمال اجل، مش باجل عشان انا عايز اجل، وانما عشان بتعلم المهاره اللي تخليني اكتب. بس انا عملت ايه؟ جبت الوورد وعملت مانuscript وجهزت الستركتور الهيكل اللي هكتب بيه، عشان لما اجي اكتب يبقى جاهز، يا دوب اكتب على طول الافكار اللي هتيجي عشان ابدا احللها، وبعد كده اشوف الريفليكشن بتاعي ايه، وهكذا. انا لما باخد بس الستيب الاولى ان انا عملت هيكل هكتب فيه. هل انا كتبت حاجه خالص؟ او ممكن اسقط قدر الله، ممكن، بس انا اوريدي خدت الخطوه الاولى، الستيب الاولى. جاست انت ابدا دلوقتي، انا ببدا دلوقتي، انا جاي احضر الغروب دلوقتي في المكان ده،
وانزل اقعد اذاكر، عندي مذاكره بالليل برضه لحد بكره الصبح وعندي مذاكره بكره، ما عنديش شغل بس عندي مذاكره عشان الحق اخلص المانuscript بتاعي وابعته للكليه عندي. ف هتيجي عمرو تقول لي اعمل بالاي اي، مفيش حاجه اسمها اي اي عندنا في الكليه. في اي اي بس انت لازم تذكر في كل جمله انت ذكرت فيها الاي اي ليه، واستخدمت فيها الاي اي ليه. في جدول، عاملين جدول عندنا في الكليه في كل ماده انت استخدمت اي اي في ايه، واكتب انت استخدمته في ايه، ولو استخدمت برومت معين اكتب برومت كامل عشان يطلع لي نفس النتيجه. كباحث علمي لازم يبقى عندك مصداقيه في الحته دي، فاليديتي. هل انا اقدر؟ ان شاء الله هقدر. عندي حاجه اخسرها؟ ما عنديش حاجه اخسرها. انا حتى لما بتكلم مع واحده زميلتي امبارح، كنا مروحين من الكليه اول امبارح، فكنا بنتكلم في الطريق من الترام من الكليه لمحطه القطر، ف بقول لها يعني موقف كان حصل، هو ممكن يكون بسيط بس هي بالنسبه لها ما كانتش فاهمه السيناريو انا بتكلم فيه ازاي. بعد كده وضحت لها، بقول لها انا مش لاحق، ما عنديش حاجه اخسرها. قالت لي مش فاهمه يعني ايه ما عندكش حاجه تخسرها؟ فقلت لها انا عندي حاجه يعني احنا عندنا في مصر دلوقتي منتشر ثقافه عندك ايه تخسره، يعني انت عندك حاجه تخسرها؟ انت خسرت كل حاجه. فهي ما فهمتش انا بتكلم في ايه. فاكتشفت بالالماني لها مثل تاني، يشابه كان عند فال، يعني ما عنديش اختيار تاني. يعني انا بالالماني ترجمت الكلام المصري اللي هو ما عنديش حاجه اخسرها. هي مش فاهمه يعني ايه ما عنديش حاجه اخسرها، مش فاهمه الجمله اصلا يعني ايه ما عنديش حاجه اخسرها. انت عندك تخسر، عندك وقتك، انت بتيجي الكليه بتضيع وقت فيه 8 ساعات، المحاضرات 8 ساعات في اليوم، من 8 ل 4 الا ربع، من 8 وربع ل 4 الا ربع. وانت alles gut؟ تمام. it's fine. ايه تاني؟ فانت يعني كنتش فاهمه. بعد كده لما دورت في الكلام بعد كده في ريدي ميلز بتاع الالماني، فلقيت ان عشان بس بقول كلام كتير دلوقتي، فلقيت لها معنى تاني خالص باختصار. it's fine يعني، مش مشكله، مش حوار، ما فيش اي معضله، ما فيش اي تحديات يعني، انما بس انا بحاول اسعى لمستوى افضل من اللي انا فيه، مش اكتر. نجحت فيه تمام، ما نجحتش فيه خلاص. بس انا اخدت بالاسباب، عملت مانuscript دلوقتي، عملت انفراستراكشر هكتب فيه ايه، حددت الليتريتشر اللي هشتغل بيه، فايتس فاين. اكتب بقى الافكار اللي يجي في دماغي، تمام، استعين بالاي اي، استعين بالستركتور بتاع الجي بي اي، يعني حاجه لها علاقه ببريطانيا، حاجات عارف حدودي فين، هخلصها ان شاء الله. ما خلصتهاش عادي يا عمرو، الحقيقه مش واقفه عليا يعني. عادي تسمعين السنه الجايه ان شاء الله. فانا اسف طولت في الفيديو جاب اكتر من الطبيعي، فبعتذر. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو تاني. ما تنساش تقول لنا انت بتابعنا منين، من اي دوله، في اي تخصص شغال دلوقتي، ونشوفك على خير باذن الله في فيديو تاني. على السلامه.